قبل العيد عايزين اكلات موفرة. الاكلة دي بناكلها في المولات بسعر غالي جدا وبتبقى زحمة. تعالوا هنعملها مع بعض موفرة قبل العيد وقبل الاكل الدسم بقى قبل العيد. هنجيب كوباية دقيق ونص كوباية نشا، ونحط التوابل بتاعتنا بهارات فراخ، بابريكا وفلفل اسود وملح وتوم باودر وبصل باودر وزنجبيل. تمام، ونقلب المكونات بتاعتنا كده مع بعض. ومعانا بقى صدر فرخة قطعته مكعبات صغيرة بعد ما غسلته كويس قوي. تمام، وابتدي بقى ايه اغلف المكعبات دي بالدقيق والنشا اللي انا خلطتهم مع التوابل. اجي بقى زيت غزير كده على النار وابتدي اقلي المكعبات بتاعتي بالطريقة دي. تمام، تابعيني لاخر الفيديو. اكلة حلوة قوي ولادك هيحبوها، وكلكم بتاكلوها في المولات بس غالية جدا وناس زحمة موت عليها. تمام. بس حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس وتابعي الفيديو الاخر هتستفيدي بيه، واكلة مش مكلفة. تمام، وهتعجب ولادك جدا واكل ولادك بيحبوها اصلا. خلاص كده بعد ما حمرنا الفراخ بتاعتنا نكمل بقى الكمية كده، او احنا بنحمرها ننفضها كده من الدقيق والنشا. تمام، بالشكل ده كده. خلاص كده حمرنا الفراخ بتاعتنا. نجيب بقى الخضار. معانا فلفل الوان ومعانا بصلتين. تمام، لو قطعت جوليان يعني شرايح طويلة هتقطعي كل الخضار زي بعض. انا قطعته هنا مربعات بالشكل ده كده. تمام، طبعا الاكلة دي فيها فوائد كتيرة، فيها خضار وبعدين مش مكلفة وما فيهاش مجهود كتير. تمام، بس لو ناسي اللايك حطي لي اللايك. ومعانا برضو البصل قطعته نفس الطريقة بالشكل ده كده. نجيب بقى بولة نعمل الصوص بتاعنا. حطيت كاتشب حار وكاتشب بارد. حطيت مستردة حوالي معلقة يعني. حطيت حوالي معلقتين صويا صوص ومعلقتين خل. وقلب بقى كده الخليط بتاعنا. وحطيت حوالي معلقة عسل كبيرة، عسل أبيض. تمام، ومعانا نص كوباية مية عليها معلقة نشا كبيرة، معلقة هرمية. تمام، ومعايا بقى المكرونة اهي بتتسلق. واحط بقى ايه الحلة اللي هعمل فيها الصوص. حطيت معلقة زيت واحط الخضار كده اشوحه، وطبعا معاه قطعة توم مفرومة. تمام، بعد ما تشوح الخضار ما دبلهوش قوي، حطيت بقى الخليط اللي انا عملته ده، وقلبت بقى النشا كده على البارد في نص كوباية مية وحطيته مع الخضار والصوص اللي انا عملته. ونزلت بقى كده بالفراخ. اكلتنا دي اسمها سويت اند صور. تمام، اكلة صينية طعمها تحفة. سريعة في العمايل، مش مكلفة. تمام كده، ممكن تاكليها جنب رز ابيض، ممكن تاكليها جنب مكرونة زي ما انتوا شايفين كده. عايزين تجيبوا مكرونه فيتوتشيني ممكن، بس للتكلفه بقى بلاش نكلف نفسينا. عارفين مكرونه فيتوتشيني غاليه. حطيت انا كده مكرونه سباكيتي. الاتنين بيقضوا الغرض. المهم الطعم في الاخر هيعجبك جدا. تمام، ابتدي بقى اغرف طبقنا بالشكل ده كده. تمام، وشويه سمسم كده بقى من على الوش وبالالف هنا.